2021 نادي باريس سان جيرمان غيقوم بثورة في سوق الانتقالات داك العام. نهار 14 أغسطس النادي غادي يقدم لاعبين جداد اللي تعرفوا بالولاء ديالهم الفرق اللي كانوا كيلعبوا فيها. ابرزهم كان الاسطوره ليونيل ميسي والمطرقه سيرجيو راموس والمفخره المغربيه اشرف حكيمي. إسبانيا 4 نوفمبر 1998. التاريخ غيعرف ميلاد أشرف في مدينة خطافي، بالضبط في ضواحي العاصمة مدريد، من أبوين مغربيين. الأب ديالو كان حاضر من مدينة واتزن والأم من القصر الكبير. غتجمعهم الأقدار في إسبانيا وغادي يكونوا عائلة مستقرة في ديار المهجر للبحث عن ظروف عيش أحسن. حرص الأبوين على نشأة ديال أشرف وتربيته على الطريقة المغربية مع زرع حب بلد الأم فيه، الحاجة اللي غتسهل اختياره المنتخب المغربي فيما بعد، مفضلا هذا الأخير على نظيره الإسباني. فبالرغم من أن إسبانيا بلد اللي حضناته وكبر فيها، إلا أن حب البلاد يخلي أشرف متشبت بهذا القرار. الطفولة ديال أشرف كانت طفولة عادية، عاش بين أصدقاء مدريد بين الدراسة والكورة. وفي سن 7 سنوات يتم تسجيل أشرف أحد فرق أحياء المدينة والمرور بعدة تجارب مع عدة أندية حتى غيلفت انتباه مؤطري نادي ريال مدريد في أحد البطولات المصغرة للأحياء. من بعدها غادي يراسلوا الأب ديالو ويقترحوا عليه باش يجيب أشرف يقوم بأحد الاختبارات في النادي. الأب اللي كان من عشاق النادي الملكي ما ترددش ولو ثانية لأخذ الابن ديالو باش يجتاز الاختبار. Mi padre, como madridista, solo me dijo el Madrid y yo también sé que el Madrid me iba a tirar más. Somos madridistas hasta la muerte. ونجح أشرف في هذا الاختبار في مدريد وبدا في الفئات الصغرى للنادي قبل ما يتم انضموا لفرق شباب لا فابريكا. البدايات ديال أشرف كانت في مركز الهجوم، واخد الأسطورة كريم بنزيما كقدوة ديالو اللي يتم تغيير المركز فيما بعد للظهير الأيمن، واخد البرازيلي مارسيلو كقدوة. السرعة والموهبة زائد الانضباط ومكافحة الأبوين اللي كانوا حريصين على حضور أشرف في جميع التدريب رغم بعد المسافة وقلة الإمكانيات. Encontramos aquí, ya casamos ahí. Del año 92. Y aquí estamos mejorando la vida poco a poco y así la vida. الأم اللي كانت عاملة نظافة في البيوت ككفاح للابن ديالها لبلوغ الحلم. هاد الظروف غتخلي أشرف يتدرج في الفئات العمرية للنادي وينضم رسميا لتشكيل الكاستيا، الفريق الاحتياطي لريال مدريد اللي كيمارس في الدرجة الثالثة. ولعب مع الفريق عدة بطولات، أهم بطولة أوروبا للشباب اللي غايبين فيها أشرف على مستوى عالي، الطراوة البدنية والسرعة في الأداء زائد مساندة الهجوم، أشياء خلت أشرف اسم ساطع في نادي ريال مدريد اللي يتم المناداة عليه من طرف الأسطورة المدريدية المدرب زين الدين زيدان للاستعداد رفقة نجوم العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعب ضد نادي باريس سان جيرمان كأول عربي ومغربي غيلعب الفريق الأول لنادي ريال مدريد. من وراها غادي يرجع للفريق الرديف وغيستمر في العمل الدؤوب ديالو حتى غتجي بداية موسم 2017. فبعد الكشف عن مرض أحد أحسن الأظهرة في العالم داني كارفاخال، مرض نادر على مستوى القلب، الشيء اللي غيخلي المدرب زين الدين زيدان مضطر للاعتماد على أشرف حكيمي مكان داني كارفاخال. وكانت أول مباراة ضد نادي إسبانيول برشلونة، فرصة اللي غينقض عليها أشرف بجوج يدين ودخل بكل قوة وحماس. من بعد 11 يوم يتم المناداة على أشرف للمنتخب الوطني وغيدخل كبديل في مباراة ودية ضد كندا. وكيف سبق وقلنا حب أشرف للمغرب كان عنصر مهم في اختياره لتمثيل القميص الوطني. في ظهوره الثاني مع المنتخب أشرف غيسجل أول أهدافه الدولية في إقصائيات كأس العالم 2018. وغادي يسالي أشرف حكيمي موسم 2017 ألقاب عالمية، كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، والتتويج أخيرا بأغلى كؤوس المسابقات الأوروبية دوري أبطال أوروبا. وكان ثاني لاعب عربي غادي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وأول مغربي في صيف 2018. المغرب غادي يلعب كأس العالم بعد غياب أكثر من 20 سنة، المدة اللي كتوازي العمر ديال أشرف حكيمي آنذاك، ولعب جميع المباريات كأساسي وكان محط إشادة وثناء من جميع نقاد الكرة نظرا للسن الصغيرة ديالو مقارنة بالعطاء السخي. بعد انتهاء كأس العالم 2018 خبر انتقال أشرف حكيمي من مدريد أصبح وارد جدا نظرا للمستوى الكبير اللي برز به اللاعب، خلى عدة أندية كتقاتل الظفر بخدمات اللاعب. الفضل كان كيرجع للمدرب زين الدين زيدان اللي قرر إقحام أشرف حكيمي في سن صغيرة وبغى منه يخرج باش يلعب مباريات أكثر
خصوصا من بعد العروض الكثيرة اللي تلقاها النادي من فرق إسبانيا وإيطاليا. ولكن المارد الأصفر نادي بروسيا دورتموند كان الأوفر حظا والأقوى بين الفرق المرشحة، وانتقل لهذا الأخير لمدة سنتين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء باحثا عن تجربة جديدة في الديار الألبانية. أول موسم مع نادي دورتموند حكيمي غيرسم على مستويات كبيرة خلات كل شيء يشوف فعاليته على مستوى مساندة الهجوم زائد الأدوار الدفاعية، ويختم الموسم الأول مع النادي بلقب السوبر الألماني وجائزة أفضل لاعب ناشئ في إفريقيا. في الموسم الثاني مع نادي دورتموند غادي يتحرر اللاعب وغادي يفجر الموهبة ديالو معلنا على ميلاد لاعب العالمي جديد كيتصنف ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم. مسألة الرجوع للنادي الملكي كانت واردة بحكم تشبث المدرب زين الدين زيدان بأشرف حكيمي، ولكن في ظل وجود داني كارفاخال كان حكيمي عارف أنه ما غاديش يحظى بدقائق كافية للاعب. تألق حكيمي خلى كبار الأندية كتشافت وكتطلب ود الحصول على خدمات ديالو، وانتهى به المآل في زعيم سيري أ في أحد قطبي مدينة ميلانو الإيطالية نادي إنتر ميلان، وشراء عقد اللاعب مبلغ 45 مليون أورو. حكيمي ولا لاعب للنادي إنتر ميلان كأغلى ثالث لاعب عربي، تجربة جديدة في أحد أقوى الدوريات الأوروبية اللي كتطلب مجهود بدني كبير زائد التقنيات العالية. أشرف غيفوز بحب الجماهير النادي الإيطالي بالرغم من أن قدم معه موسم واحد فقط. فاز بلقب الإسكوديتو اللي غاب على خزينة النادي لمدة 11 سنة، ولكن قصة أشرف مع الإنتر غادي يكتب ليها وتسالي. لحقاش وراء أي قصة حب ما بين لاعب وفريق هنالك ناصر الخليفي، كيف لا وهو اللي قدر يجيب ميسي من نادي برشلونة وسيرجيو راموس من نادي ريال مدريد، فراه ما غاديش تجي صعيبه يستقطب لاعب شاب مغربي في بدايات المشوار الكروي ديالو. حكيمي اللي كيجمع الكل على انه من بين احسن 5 اظهره في العالم، وكان الانتقال لنادي بي اس جي مبلغ 70 مليون اورو كاغلى لاعب عربي في التاريخ. هذا الانتقال عرف ظهور اعظم قصه صداقه في كره القدم بين اشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي، لاعبين ذو اصول افريقيه غتجمعهم قصه صداقه العالم كله كيتحدث عليها. حكيمي وصل على مستويات عاليه مع نادي بي اس جي ويأكد هذا الشيء في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بحيث قدر يوصل مع المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم باصما على مونديال عالمي رفقة الأسود. حب أشرف لهذا القميص غيبان أكثر في هذا المونديال، فبالرغم من الإصابة ديالو إلا أن أشرف بقى مقاتل داخل التيران وكيضحي بالغالي وبالنفيس إسعاد الجماهير المغربية. هذا الإنجاز مع الأسود غادي يتوجوا أشرف حكيم بوسام ملكي واستقبال تاريخي في المغرب رفقة الأم ديالو.